واحد اتنين تلاتة. طيب نشرب حاجة. هنبدأ بيه. نشرب حاجة. نشرب. انتي بتصوري؟ اكشن. يبقى بودكاست عن ايه؟ هو بصي، هو انا اصلا ما حضرتش عنوان للبودكاست بتاعي، بس وانا بحضر يعني بصيت كده على الاجنده بتاعتي، لقيت عليها جمله حلوه كده. ايه؟ لكل لون حكايه وحياه. ممكن نسمي البودكاست لكل لون حكايه وحياه. حكاوي الدنيا. ايه حكاوي الدنيا معاكي؟ مبدئيا انت ليه حبيتي تتكلمي معايا؟ ليه؟ انا بتكسف قدام الكاميرا. انا جيت اصور قبل كده فيديوهات عشان اتكلم فيها. انا تقريبا عملت كات 1000 مرة. يعني اللي هو برغم ان انا ممكن حد يقعد قدامي واتكلم كتير قوي وما بقاش عامله حدود للكلام، بس فكره ان انا عارفه ان حد، فاهمه، لو حد هيشوفني وان ده هيظهر قدام الناس، عامل لي دربكه كده شويه، مع ان انا ممكن اقعد في وسط 1000 حد واتكلم عادي جدا. بس فكره ان انت تطلعي السوشيال ميديا اصلا وتتكلمي كده شويه، الموضوع كان موتر يعني. بس تمام يعني، مع الوقت بقى الموضوع عادي يعني. بالنسبه لك ان هو لا، ما ينفعش حد يشوفني، دي عدد من الناس محدود موجود معايا في المكان دلوقتي. يعني اللي هو عارفه حدود الناس اللي هي ايه، يعني كذا حد كده احنا قاعدين مع بعض. عدد محدود يعني، كلهم اصلا اصحاب بقى. لا، بما اننا احنا طول الوقت احنا بنتكلم مع بعض كتير، يعني احنا مش اول مره نتكلم مع بعض. وانا بتكلم معاكي مش عشان احنا صحاب اصلا من حوالي سنه ونص تقريبا. سنه امتى بقينا صحاب انا ما اعرفش بصراحه. يعني امتى بقينا صحاب وازاي احنا صحاب والسن ما بيننا كبير كده يعني. مش كبير قوي يعني. لا مش كبير قوي، مش الدرجه دي يعني، هو حاجه من حاجه. بس انا يوم ما عرفتك انت كنت صغنونه يعني. كتير قوي، صغنونه كتير قوي. قد ايه؟ تاني اعدادي؟ تانية اعدادي او 15 سنه. 14، لا 15 سنه. بس اقول لك على حاجه لفتت نظري فيكي، يعني اول ما عرفتك، او بمعنى صح اول ما عرفت حدوتك، لان انا ما كانش في مساحه بينا قد كده في الاول. يعني انا لما عرفتك انت كنتي بنوته كده مقفوله كده وما بتتكلميش خالص. لا ما كنت مقفوله، بس كان عندي شويه مشاكل وبتاع، فكل ده كان مؤثر على نفسيتي بقيت كويسه. بس انا ما انكرش برضه ان انت كان ليكي فضل شويه ان انا اتكلم ويبقى ليا صوت. ده عشان الكاميرا ولا؟ لا ده عشان الكاميرا. لا مش عشان الكاميرا، لا بجد انت كنت ليكي اثر كبير، واي حاجه كنت بنزلك ستوريز مثلا او اي حاجه كنت بقول لك ان انت كان ليكي اثر فيا. هو بس ما كانش فيه كونكت كده بينا لسه، يعني عادي بنوته صغيره. انا كان بيني وبينك المفروض كتير قوي، وانت كنتي خجوله كده في نفسك شويه. بس عارفه مع الوقت اللي هو كنت شايفه فيكي حاجه حلوه كده، اللي هو كان في حاجه انا مش فاهماها وحاساها حلوه، بس مش عارفه ايه هي، مش محدده، فاهمه؟ اللي هو مش محدده ايه الحلو اللي جواكي، بس عارفه ان انت يطلع منك حاجه حلوه. او بقيت اعمل معاكي البودكاست ده، او يمكن انت واحده من اللي فكرت فيهم ان انا اتكلم. حلو سؤالك، كنت لسه اسالك. كنت هتساليني السؤال ده، نتكلم مع بعض، لان انت واحده من الناس اللي فعلا بتكلم معاهم مرتاحه. مرتاحه ليه؟ لان انا بحس نفسي حاسه ان انت متفهمه قوي للكلام اللي انا بقوله. تحسي انت مفهومه. لما بقول يعني وانا بتكلم بقول جمله انت بتكمليها، يعني صعب ان انت تلاقي حد في السن ده. انت سنك كام؟ 17 صح. انا اعرفك وانت 15، فمن خلال ال 15 لل 17 دي انا شايفه قدامي بني ادمه تانية. يعني انت كل مره بتجيني فيها بحس ان انا قدامي بني ادمه اكبر. احنا بنكبر يعني ناس كتير بتكبر بالسنوات، لكن انا بحس ان انت بتكبري بعقلك. بشوف ان انت حد مكافح. مكافح. لا بجد يعني انت من البنات اللي انا بحس ان هي تستاهل ان انا اقول عليها مكافحه بمبدا اللي هو يعني مش اللي هو الدنيا جابتك وحطتك. بس انا بمجرد ما عرفت ان انت اشتغلتي وانت عندك كام سنه؟ 10 تقريبا. 10 من 6 ابتدائي، من قبل 6 ابتدائي كمان. كنت بسافر لوحدي، بس كان في مشروع يعني بياخدني وبتاع. ليه اشتغلتي بدري قوي كده؟ ما افتكرش السبب بصراحه، لانه من زمان قوي يعني، من 10 سنين، من 7 سنين. ما افتكرش السبب بصراحه، بس كان سبب. بس انتي كنتي في بلد وبتسافري بلد تانية. بس المكان اللي كنت فيه كان في البلد اللي انا موجوده فيها. بس حبيت ان انا اكمل معاه لما اسافر بلد تانية. فتمام ماشي، رحت معاهم عادي وسافرت. ما كان الموضوع عادي جدا بالنسبه لي، بالنسبه لاهلي وكل حاجه. بس مش اكتر. بس السبب ان انا اشتغل وكده، فانا بصراحه مش لاقيه سبب ان انا اشتغل اصلا. ما انتش عارفه ايه كان السبب لا بس وقتها. مهما كان السبب فهو اكيد كان خير ليا.
بس وهو انت اللي وقتها خلاني اهو اللي خلاني قاعده. بس ده وقتها ما كنتيش تعرفي انه واخد بالك، يعني انت كنتي وقتها كنتي حاسه ان انت متضايقه صح؟ متضايقه في جزء من طفولتي، جزء من حياتي اتشال في شغل امتى حسيتي وحاجات ده؟ انا مش المفروض اعملها. امتى حسيتي ده بجد؟ امتى حصل معاكي موقف حسسك اللي هو ايه ده؟ انا ليه بشتغل؟ ايه ده؟ انا صغيره. لما كنت بشوف صحابي بيلعبوا مع بعض بيخرجوا وانا صغيره، من سن مثلا ال 11 ال 12، في مرحله ما في الاعدادي يعني. كنت بشوف صحابي بيخرجوا بتاع، فانا كنت بخلص المدرسه وبروح على الشغل، فليه انا ما بخرجش زيهم؟ ناقصني ايه عشان ما اخرجش زيهم؟ بس فيما بعد افتكرت وبصيت لهم انا من فوق وشفت الموضوع من جميع الزوايا وجميع النواحي، لقيت ان انا مش زيهم، وما ينفعش اصلا ان انا امشي معاهم لان انا مش زيهم. هما كده وانا كده، اللي هو ايه اللي فاهمه حاجه لا خلاكي كده، اللي هو ايه اللي فاهمه حاجه خلاكي لا. كده بقى هو يعني لا، ايه اللي خلاكي كده؟ ايه احساسك؟ ليه خليت يعني ليه حسيتي ده؟ هو ناضج من 21 طالع، ده الانسان الناضج العادي. فده يعني بيكون لسه خلص جامعه وبيشتغل وكده، بيكون ثانويه عامه في دراسته مش عارفه ايه، بيخلص بيروح الجامعه بيتخرج، فبيحاول ان هو يشتغل يتعرف على ناس، فهنا بتبتدي انها شخصيته اصلا تتكون اصلا، تمام. ان هو يقابل مش مصاعب بقى في حياته شغله ومش عارفه ايه. فانا بني ادمه طفله قابلت الحاجات دي وهي عندها 10 سنين، فانت مستنيه ايه؟ هو الفكره ان انا فطبيعي جدا ان انا لما اكبر اوصل لسن النضج اللي هو ال 21 سنه، فانا هكون حاجه تانية خالص. كانت شداني ليكي لما اتعاملت معاكي لاول مره، لان هو شويه كنت بحس ان في غموض وراكي، شويه كنت بحس ان انت في قصه كبيره كده انا مش فاهماها، برغم ان انت ما حكيتليش. يعني بالنسبه لي بنوته صغيره كده قلت يعني شويه مشاكل في البيت مثلا او حاجه زي اي مثلا بنوتات في السن ده مثلا، لكن ما توقعتش القصه الكبيره دي، وما توقعتش ان انت مثلا تشتغلي من وانت صغيره كده، ما توقعتش كل الكلام ده. ومش فاكره بالظبط احنا امتى اتكلمنا بجد. هي مرحله الشغل بالنسبه لي اصلا ما كانتش مرحله عاديه، فاهمه؟ هو اكيد انا مش اول واخر بنت تشتغل في السن ده اكيد، واكيد مش اول واخر بنت بالعقل ده في السن ده، بس اللي بيفرحني ان انا نضجت في البيئه اللي انا عايشه فيها بالتفكير ده. وعندي اهلي، يعني اهلي الحمد لله ناس كويسه جدا وبيدعموني. ده على فكره يعني هما مش بيبانوا ان هما بيدعموني، بس هما سايبين لي فرصه او الدنيا حريه اكتر ان انا اعمل حاجه، فاهمه؟ بس المكان وكانوا سبب كبير جدا ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي. كانوا سبب، حتى بسبب سلبي بطريقه سلبيه او طريقه ايجابيه كانت منهم، فهم كانوا سبب في اللي انا وصلت فيه دلوقتي. كانت سلبيه كويس قوي ان انت كويس قوي ان انت مدركه ده، يعني كويس قوي ان انت مدركه السلب والايجاب في علاقه اهلك بيكي. اللي هو يعني انا بشوف بنات كتير اللي هو لا هم ضايقوني، لا حطوني في موقف معين، لا هم ضغطوا عليا، لا. طيب احنا ليه دايما بنبص للحاجه الوحشه او مش الوحشه، او اللي يمكن احيانا اجبرتهم الظروف ان هم يعملوها مثلا في الوقت ده؟ لا احنا دايما بنبص، يعني انا بشوف ان اغلب البنوتات، يعني بما اني بتكلم مع بنات كتير يعني بحكم شغلي وكده، بشوف ان هي دايما عندها سخط كده على الوضع اللي هي فيه، واللي هو لا انا، وعندها دايما اللي هو فكره ايه، انا عايزه اهرب من حياتي، انا عايزه، مش راضيه على نفسي، انا مش عايزه اكون في المكان ده. دايما عندها فكره انا مش عايزه اكون هنا. او مش بنت واحده، يعني انا عدى عليا كام بنت كده كل همها في الحياه وهي مثلا تقريبا في سنك، انا هتجوز. طب يا حبيبتي انت عارفه يعني ايه جواز ومسؤوليه وكده؟ لا، وانا هتجوز عشان قصت حته من حياتها ما نفع، اللي هو جابت حته المراهقه وسن ان هو لما المفروض انا اعمل فيه حاجه لنفسي اكون شخصيتي على الاقل. انت عايزه تتجوزي ليه؟ فاللي هو خلاص بتلاقي الرد غريب جدا، اصل انا عايزه اهرب من بيت اهلي، من معامله اهلي. طيب ماشي، انا معاكي، بيعملوا معاكي ايه؟ بيضايقوني طول الوقت مش معايا، ماما مش مهتمه بيا، بابا بيزعلي طول الوقت. تمام ماشي، ايه الحلو بقى؟ يعني ايه الحلو اللي بيعملوه معاكي؟ تلاقيها مثلا سكتت شويه كده، مش بتذكر اي حاجه. لا يعني غالبا تلاقيها سكتت شويه كده وبتحاول تفكر. عارفه ليه هي بتحاول تفكر؟ عشان هي اصلا ما فكرتش قبل كده ايه الحاجات الحلوه. هي دايما بصي فوكس كده على الحته الوحشه. وعلى فكره ده مش للبنات بس، احنا عامه في حياتنا كلها احنا دايما بنعمل فوكس على الوحش بس، ما بنشوفش الحاجه الحلوه، وده اللي بيخلينا مش راضيين. دي سبب حاجه ان احنا حاليا متضايقه، فانا طبيعي انا متضايقه ونفسيتي متضايقه ومش مش راضيه، فطبيعي ان انا هبص على الحاجه السلبيه بس. لكن لما اروق واهدى، عشان كده بيقولك لازم تبقي ساكته في وقت الغضب، لان وقت الغضب بتشوفي الجزء السلبي بس من الشخص اللي قدامك، فعليا حرفيا الشخص اللي الجزء الحلو منه
فانت بتبصي في وقت الغضب على الجزء السلبي، انت عملته وانت عملته وانت عملت. فانت لو هديتي وسكتي في وقت الغضب وهديتي، هتفكري ان في حاجات كتير حلوه تخليني اكمل مع الشخص ده. هو فعليا انا ممكن فعليا انا ده طبقتها في في حياتي. في العلاقات على فكره، في العلاقات على فكره كلها يعني. بالظبط كده. شايفه دي النقطة. شايفه الحياه بطريقه اللي هو ايه، زاويه مظلمه شويه. ليه ما تحبيش الالوان؟ فاهمه؟ فاكره لما جيت لك هنا كنت كارهه الالوان وايه. انت كنت بتبصي للمكان اللي هو ايه ده، ايه كل الالوان دي، ايه ده، كل الالوان دي عيني وجعتني زغللت. فلما لقيت ان الالوان اصلا حاجه مفعمه بالحياه واثرت فيا انا اصلا كشخصيه، يعني انا مش متخيله ان لون زي ده ياثر فيا. انت كنت بتلبسي اسود طول الوقت. ايوه طول الوقت البس. كنت دايما بلومك ان انت بتلبسي اسود، يعني ليه يا حبيبتي انت سنك صغير، ليه مش بتلبسي الوان؟ مش على السن، الالوان فعلا بهجه، فعلا بهجه وحاجه حلوه قوي. انت عارفه شعار البودكاست بتاعنا اصلا؟ لا. لما جيت اختار شعار البودكاست كنت حابه ان هو يبقى حاجه شبه الكلام اللي احنا بنتكلمه، يبقى عندنا سلوجان كده بتاعنا اللي هو الشعار بتاعنا. فانا بعد تفكير شويه لقيت ان احنا ممكن نقول هات حته من قلبك، لان انا بتكلم معاكي في حابه ان انا اعرف ايه اللي جوه قلبك، بنحكي. فاحنا يعني الغرض اكتر من ان احنا نعمل بودكاست ده ان احنا نتكلم على حاجات جوه قلبنا اصلا. فانا عايزه هاتي حته من قلبك، يعني اديني شويه من اللي جواكي عشان ابقى سامعاه. هسمع اللي جواكي ازاي من غير ما تحكي؟ فهاتي حته من قلبك. هديك حته من قلبك. تدي مين حته من قلبك بقى؟ هديكي طبعا. اديني انا؟ اه. اشمعنى؟ ولو اخترنا شخص تاني اديه حته من قلبي كهديه مني ليه، هيكون ماما طبعا وانتي. ماما وانتي، يعني انتوا الاثنين ما تتخيروش عن بعض اصلا. أنا؟ ايوه انتوا الاثنين ما تتخيروش عن بعض اصلا. بس طبعا يعني مع احترامي ليكي طبعا، ماما اولا اكيد. يعني ماما ولدتني وربتني وكبرتني، فانتي علمتيني جزء برضو من حياتي، فاهمه؟ اللي هو مش جزء من التربيه، ما ربتنيش اكيد، انا اهلي مربيني الحمد لله كويس، بس انتي علمتيني جزء من الشخصيه، اديتيني. لو اخترت كمان ان انا ادي حته من قلبي لحد، ايه هي؟ انتي سالتيه سؤال كويس، اللي هو ايه الحته اللي من قلبي، الحته اللي جوايا. انا الحته اللي جوايا حته مزعجه. لما احب اديك حته من قلبي هديكي حته من السعاده، لان قلبي الحمد لله طبعا سعيد. اكيد بقابل مشاكل. تحبي تسعدي اللي حواليك. اكيد بقابل. تبقي مبسوطه لما حد يبقى سعيد، لما طبعا يعني لما تعملي حاجه مع حد. انت عارفه ان دي ميزات الحد المعطاء، اللي هو البني ادم اللي هو لما بيبقى سعيد اكتر لما يبقى يشوف اللي قدامه سعد. تعرفي يعني حاجه من الاساسيات اللي خلتني احب اعمل البودكاست ده ايه؟ بصي، مش فكره شهره او فكره ان انا بطلع على السوشيال ميديا. انا من زمان بشتغل، يعني انا بقالي تقريبا دي 8 سنه بشتغل، وتقريبا كل الناس تعرفني وبيشوفوني وبتكلم معاهم وكل حاجه. بس حبيت اعمل كونكت كده يعني بيني وبين الناس شويه. بحب اشوف اللي قدامي مبسوط، يعني عندي الحته دي. بحب اشوف اللي قدامي مبسوط. اكتشفت الحته دي ان انا ببقى سعيده اكتر، وعندي حته سعاده اكتر لما بشوف اللي قدامي مبسوط. سالت نفسي كتير قبل كده ايه اللي ممكن يخليني سعيده. ما لقيتش حاجات في الدنيا بالنسبه لي مبهجه اكتر من ان انا اشوف حد قدامي مبسوط. فحبيت ان انا اتكلم مع الاطفال، مع الكبار، مع اي حد احس ان انا بديله لمسه كده ان هو يضحك بس وهو بيتكلم. فليه لما قلت هات حته من قلبك، اللي هو حسيت ان انا لما اطلع حاجه جواه مستخبيه، او مثلا هو مش معتاد يقولها، هو يبقى مبسوط. ان احنا في العادي اصلا لما بنطلع الحاجات اللي جوانا المدفونه اللي جوانا بنرتاح. ده جزء من الارتياح، دي حاجه اكتشفتها مع السنين.